المنتخب المغربي يحقق مفاجأة من العيار الثقيل ويطيح بالمنتخب الفرنسي من نصف نهائي مونديال الشباب المقام حاليا في الشيلي. الإنجاز الذي يعتبر الأول من نوعه للكرة المغربية، ويصبح ثاني منتخب عربي يصل إلى النهائي بعد قطر في مونديال الشباب 1981. صراحة تأهل المنتخب المغربي للنهائي لم يكن مفاجأة بتاتا بالنظر للمردود الكبير الذي قدمه أشبال محمد وهبي في هذه البطولة، بداية من دور المجموعات أمام منتخبات عملاقة مثل المنتخب البرازيلي والمنتخب الإسباني، وأيضا تأهلهم في الدور الثاني أمام كوريا الجنوبية، ثم في الربع النهائي أمام المنتخب الأمريكي، والآن يتأهلون إلى النهائي على المنتخب الفرنسي. كل التوفيق إن شاء الله لأشبال محمد وهبي في تحقيق البطولة إن شاء الله. وإليكم أبرز الإنجازات للكرة العربية في مونديال الشباب. أول إنجاز حققه المنتخب الجزائري في مونديال الشباب 1979 وكان التأهل لربع النهائي، ثم بعد ذلك المنتخب القطري وصل لنهائي مونديال الشباب 1981، ومنتخب سوريا وصل لربع النهائي سنة 91، والمنتخب العراقي قبله وصل لربع النهائي في مونديال الشباب 1989. الإمارات وصلت لربع النهائي مرتين سنة 97 و2003. المنتخب العراقي حقق المركز الرابع في مونديال الشباب 2013، والمنتخب المغربي من قبل حقق المركز الرابع في مونديال الشباب بهولندا 2005، والمنتخب المصري حقق المركز الثالث في مونديال الشباب 2003. كل التوفيق للمنتخب المغربي إن شاء الله في هذه البطولة للفوز باللقب.